هذه بحال رحمه سيدي ربي. كاين الفكره خطيره جهنميه زوينه توسكو فولي. واحد السلام عليكم، شحال هذا ما تقابلت مع الكاميرا باش نهضر معكم. المهم لقيتوني انا يلاه دوجت وكلشي عارف بان المحتوى ديالي انا طبخ وعمره ما غيتبدل، ولكن هذا الفيديو هذا نظرا لهذا الموسم اللي حنا فيه دابا ضروري 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 نبدا معكم مباشره في المحتوى ديال هذا الفيديو. اول حاجه بغيت نجرب معكم بعدا، تسناو بعدا نقاد القضيه. اول حاجه بغيت نعطيكم كانفورماسيون، هذه ما دياليش، شفتها في تيك توك عند واحد الامريكان. شنو دارت؟ تسناو خصني نجيب شي حاجه باش نوريكم شنو دارت. ها شنو دارت. انا مبغيتش الفيديو يجي طويل بزاف، غادي ندخل في صلب الموضوع. كلشي عارف باننا كاين الناس اللي عندهم مشاكل مع ريحه العرق، وكاين الناس اللي مثلا خاصها يوميا تدوش والا كتكون القضيه فيها مشكله. هنا كيبان ليا هذا حل فيه بزاف ديال النتائج اللي هي مرضيه، ويعني بنادم غادي يتهنى واحد شويه، حيت كتقدر الواحد يدوش ويخرج من الدوش مباشره، ولا كان من النوع اللي كيعرق بزاف كتعطي ريحه العرق. دونك حنا ما غندخلوش في الفيزيولوجيات وفي المشاكل اللي عند كل واحد من هذه الناحيه هذه، لحقاش حنا كنختلفوا في هذه القضيه حتى هي. انا ما غندخلش في هاد لي ديتاي كاملين، ولكن كاين الفكره خطيره جهنميه زوينه توسكو سا كونسيستون كوا. قبل ما كدوشوا، يعني التدويشه مثلا غادي ديروا الجيل دوش ديالكم، اول حاجه التدويشه الاولى كديروها بالصابون ديتول. صابون ديتول ماشي داك الخضر اللي ريحته مجهده بزاف، هي في لا فيديو ديالها اولا فاش عطات لا روتين ديالها خدمات بديك الصابون ديال ديتول، داك الغوز. الريحه ديالو الي تري كومون ديريج، الريحه ديالو الي تري سوبتيل، يعني زوين، ولكن اون ميم طون ماشي داك النوع اللي غادي يخنق في الصيف. هذا سي اونكور ميو باسكو انا الغوز جربته. هاد الازرق ديتول الازرق الي مانيفيك، احسن مليون مره من داك الغوز اللي دارتي في لا فيديو. دونك شنو كنديرو؟ هذا اونتي بكتيريان، وكلشي عارف بان الريحه ديال العرق راه جايه ديجا من لي بكتيري. تعرق تساوي دي بكتيري، سكيفي ملي كتغسلوا بهذا الصابون هذا كتحيدوا ديك لاكوش ديال لي بكتيري، وكتساهموا في انكم كتعطيو واحد لابو ديالكم واحد الانتعاشه في واحد الامد اللي هو اطول من الانتعاشه اللي ممكن يعطيها لك الصابون العادي. الصابون العادي غيعطيك الريحه زوينه من بعد فيزافي تو سكي اكسيون انتي بكتيريان، سي با اوسي انتريسون كسا. باغ كونطخ الصابون ديال ديتول غيعطيك واحد النتيجه اللي هي احسن وفي مده اطول. وباقا جاياكم لان عندي 3 الخطوات اللي بهم غادي تقدروا ترتاحوا في هاد الجهه هذه. وهذا الفيديو هذا مليون في المية ديال الافاده. كيف ما قلت لكم انا راه ما خرجاش من الطبخ. قبل ما نغسلوا بهذا، قبل من لاكسيون انتي بكتيريان، خصنا واحد الحاجه اللي هي مهمه. اشنا هي هذه. الناس اللي كيديروا لاسيغ، وانا كنصح بانكم ديروا لاسيغ في الصيف. علاش؟ لان لاسيغ لي في ديالها كيبقى واحد المده طويله ما كتفكروها على شحال. اما كديروا الغازوار الغد ليه، وكاينه اللي ايديها ثقيله كتجر معاها اللحم وكل شيء، سكي في يومين كيولي خاصها تعاود نفس الحاجه. 3 ايام كل وحده والسرعه ديال النمو ديالها. ما علينا. الحل الاول اللي هو الغازوار، ولا درتو الغازوار ما ديروش مع الصابون العادي. هذا عندي من مده طويله بزاف يعني. وراه شفت مرجان كيتباع لي النص ديالو ديال جيليت ساتان كير اولي، راه كاين تقريبا في هذا اللون هذا. انا تقريبا عجبني هذا، واللي جاني من في الصيف ما كيعجبنيش الروايح المجهده بزاف، ما كتغطي، ما كدير حتى شي حاجه، هذيك كتزيد كتخنق بنادم اللي داير بك. هذا اللي البودجي ديالها ناقص تاخذوا راه في النص ديالو كاين في مرجان، سينو راه في لي بارفيومري ديما كيكون حسن. وديما في الشفرات ديال الحلاقه خذوا اللي فيها 3 كيكون النتيج ديالها حسن. وكاينه وحده كاينه وحده هي الزوينه فيهم، جربتها شحال هذا مي بو امبورط. هذه ديال بيك، واللي قبل اللي جربت منها كانت حسن. جو بريفير ان الحلاقه تكون للذات كامله، ولي زيسيل تخدموا فيهم لاسيغ. اللي غادي دير لاسيغ، النصيحه الجايه ديالها لاسيغ مباشره تكون عندكم بيافين. وكاينه وحده اخرى راه مضره ليا مغلى منها، انا جو بريفير تاخذوا بيافين. تبارك الله راه الخير والعمل. وفين ما ديروا اصلا حتى الغازوار موراه انا كندير بيافين، يعني كتنقص ديك لانفلاماسيون اللي تتكون، و الي افيكاس الي مانيفيك. وتبارك الله راه فيها الخير والبركه، راه كتبقى سنين وميلي. هنا غادي نجيو للحمايه اللي هي الاخرى. بغيتي بنادم غادي يخرج صافي، شنو كنديروا؟ كاين لي ديودورون بحر حتى هو كل واحد وشنو كيستعمل. انا جو بونس وضرت ديالتي حيت اصلا ما بقيتش كنخدم بها. شنو كنت كندير واحد نقول واحد الحمايه اللي هي ثلاثيه. الاولى كنبدا بالستيك اللي كيدار مباشره على اللحم في لي زيسيل.
الثانيه كنتبعوا ديودورون اللي كترش وما كنرشوهاش هكا بحال تبان قريبه لينا، لا كديروا واحد المسافه ديال الامان، لان داكشي مع المده كيدير مشاكل في البشره، كيكحل هذيك البلاصه. غير يكحل ديك البلاصه، حنا ما نهضروش غير على داكشي ديال اللي عنده علاقه بالجزء الجمالي ديال الموضوع، وانما كيقدر يدير سلولسيس الله يستر في هذيك البلاصه. سكيفي وماشي الغلط ديال البرودوي، الغلط ديالنا حنا كنستخدموه بطريقه غلطه. بعدو عاد رشوا الديودورون اللي يكون هكايا خصو يترش. الطبقه الثالثه ديال الحمايه كتكون هي البارفان. تندير ان بارفان اللي تيكون فري، ماشي بارفان اللي مجهد. انا ما فهمتش دوك اللي كيديروا داك لي بارفان اللي مجهدين في الصيف، راه doesn't make sense. سكيفي 3 ديال لي زيتاب. دابا لغيت ليطاب الاولى اللي هي ديال ستيك اللي كيدار مباشره للبشره، واللي نورمالمون الا كنتو موسوسين كتمشيو تشريوه بواحد لا مارك اللي هي غاليه بزاف، وكلشي داز من هذيك المراحل هذيك. غنوريكم باش بدلتو. انا جبتها لكم هنا، بدلتو بالخلطه العجيبه. الخلطه العجيبه شنو غندير فيها؟ غندير فيها 4 ديال لي زيليمون، صبروا عليا. الخلطه العجيب شنو كدير؟ هذه كتخليكم حتى ل 3 ايام الا ما كانش عندكم ديك الحاله ديال التعرق الخايب بزاف. هذه بحال رحمه سيدي ربي. شنو كندير فيها؟ كنخلط فيها تقريبا من 3 حتى 4 العناصر. العنصر الاول ولا الاساسي في هذه الخلطه العجيبه شنو هو البيكربونات دو صود. البيكربونات دو صود كنديرو هو اولا الشبه، اولا داروا بجوج الا كان داك التعرق المجهد بزاف. الشبه ما كتكتوش منها. قريت بزاف ديال الحوايج اللي تيقولوا بانها ما مزياناش بزاف في لو لون تيرم، واخا راه الناس كيجربوها وكيديروها غير بوحديتها وهي كافيه، ولكن هاد الطريقه غادي يعطيكم حتى لا تيكستور ملي غتكونوا كديروا في هاد الكريم هذا ديال لي زيسيل. غادي تحسوا بانه اصلا كيعطيكم واحد الملمس اللي هو زوين، ماشي غير غديروا شي حاجه بحال هكا سارده وتبقاو خصكم تسناوها تنشف على خاطرها وتساليو. داكشي ما كاينش. اول حاجه كندير هي البيكربونات دو صود، وتا هوايا ديروا بحساب بانه فيه دوك الحبيبات حرشين، يعني الا درتوه للبشره راه ما خصكمش ديروا واحد الكميه اللي كثيره، وسورتو ما ديروهش بوحدو. دونك اول عنصر كندير هو البيكربونات دو صود في الخلطه العجيبه، وغنوريكم لا تيكستور ديالها كيفاش كتكون. ثاني حاجه كندير كيف ما قلت لكم هي الشبه، وممكن تستغناو عليها في حاله ما كنتو عندكم هذه المنطقه هذه مثلا الجلده ديالها حساسه زياده على اللزوم، او نتوما كنتو اصلا من نوع لاي حاجه كدير لكم الحساسيه. مي انا شخصيا في هذه التركيبه هذه ما درتش الشبه، درتها المره الاولى اللي في ديالها راه كيبقى حتى 5 ايام. مي هذه ماشي مشكله، احنا راه في الصيف اصلا خصنا ندوشو تري فريكام. قلنا عندنا هنايا جوج الحوايج. والحاجه الثالثه هي النوا د كوكو فيرج. النوا د كوكو اللي غادي تاخذوها راه كتنفع لكل شيء الا الشعر اللي عنده الشعر بوكلي، بلا ما تحاول تديرها في شعرها وتخرج. تسناو نقاد لكم الاضاءه باش نوريكم شنو كاين. هانتوما النوا د كوكو راه في الصيف ديما انا دايرها في الثلاجه. هذه ليش كتليق، هذه غادي تنفعكم بانه اصلا اونتي بكتيريان حتى هو، وكيعطي واحد البيوضه في البشره، كيرطب البشره ديالكم، يعني كله فوائد. وراكم عارفين هذا اللي سيف 36000%. لا نوا د كوكو، ونوا د كوكو خصها تكون دو لويل فيرج بيولوجيك. الا خديتو بحال مثلا هذه راه غتقدكم مده طويله. اللي زوين بداكشي اللي ناتوريل انكم الا خدتو شي حاجه دو كاليتي راه كتبقى معكم. عرفتي هذه شحال وهي عندي؟ راه تقريبا دابا واحد 3 سنين وهي عندي، وباقي فيها الخير والبركه. مي انا ما كنديرش لشعري. بيكربونات دو صود، الشبه راني حاطاها في واحد الكونتو اصلا ماشي ضروريه في الوصفه. بيكربونات دو صود، نوا د كوكو. وباقي واحد الحاجه مهمه. هاد الحاجه مهمه علاش؟ لان هي اللي كتعطينا داك الملمس الرطب. كتعاون هي والنوا د كوكو، وكتعطينا واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف. يعني كتحسوا براسكم كديروا واحد لو برودوي اللي هوايا كومون ديريج فيه داك لو كوتي لوكسيو بلا ما نصدعوا راسنا ونمشيو نشريو بزباله فلوس. شنو كندير؟ كناخذ احسن لي كوربوريل عندي اللي ريحته كتعجبني بزاف. ومن المستحسن عاوتاني انكم تخدموا بان لي دو كور اللي يكون الريحه ديالهم ما مجهداش. عوض الله حنا في الصيف راه كيقتلونا دوك لي نقيات لدرجه انهم كيضروك في راسك بالنقا. هانتوما هذا اللي خدمت به انا، بما ان ضروري غادي يجيو اسئله على هذه القضيه هذه. سميتو ديال ذا بادي شوب جابانيز بلوزم. هذا باش كيعجبني الريحه ديالو الي مانيفيك. هذا الريحه ديال سون لو بروبر، يعني كتحس بانه من غادي يتقاد مع داكشي كامل ما غيعطيناش ديك الريحه ديال البارفان، غادي يعطينا واحد الريحه اللي هي نقيه بزاف بزاف، وغادي تتعاون مع الريحه ديال الكوكو. ولو ان الريحه ديال الكوكو راه بوحدها كفايه صيفيه زوينه، مي هذا سورتو لا تيكستور. وبما انه ديجا كيكونوا دايرين فيه المواد اللي كتخليه كيتحفظ بسهوله،
كنزيدو كندعمو لو فيت ديال ان هذا الخليط هذا كيبقى معنا مده. كيفاش كنحطوه اولا كيفاش كنحتفظوا به؟ تقدري ديريه في الثلاجه مباشره غادي يجمد ياك، وكديري منه في الصباح وكافي، ما محتاجاش كل مره تبقاي تعاودي فيه. يعني الديودورون اللي كترشها تخدم خدمتها حتى هي، ولو ان بلا ديودورون والله الا كناكد لكم كيدار في الثلاجه باش كيبقى مزيان. وهاد الخلطه هذه انا كنعاودها تقريبا من 6 ايام ل 6 ايام، من 6 ايام 6 ايام هكا. كندير غير واحد لا كونتيتي صغيره، كنبقى ناخذ شويه منها شويه منها شويه منها نخلط. وصراحه ربي ما جربتش نخليها اكثر من 6 ايام. اللي بغات تجرب وتشوف واش مسلكاها تجرب. نورمالمون انا خرجته من هنايا، خرجته من الثلاجه من قبيله. شوفوا لا تيكستور ديالو، لا تيكستور ديالو والريحه ملي كيتخلط لويل دو كوكو والريحه ديال هذاك لوسيون كوربوريل، ما يمكنش حاجه، ما يمكنش شحال كيعطي ريحه زوينه. ايوا كنتهناو. ايوا دابا الا درتي هادشي كامل ما يمكنش يبقى العرق. وكانت هذه النهايه ديال هاد لا فيديو هادي. جيسبر نكون وصلت لكم المعلومات كاملين. انا كنصور الوصفات ما كنصورش هادشي هادي، داكشي اللي قلت لكم من المكونات وراه بسهوله غتقدروا تخلطوهم. ما نقولش لكم او فيلينغ، لا، تو سكي ابغاسيف ما نخلطوش، ما نكثروش منه، يعني بيكربونات دو صود والشبه ما تكثروش منه، سورتو الشبه. انا تنقولها وتنعاودها، اللي عندها تعرق خفيف ما ديرش الشبه بالمره، اللي عندها تعرق طالع دير الشبه، ما كاينش اشكال. المهم اللي عزيز على الطبخ والشهيوات والوصفات وداكشي اللي فريمون اللي عزيز عليه الماكله وعزيز عليه حتى ينوض الكوزينه ويطيب. لا دريات لا دراري، انا ما عنديش في القضيه ديال البنات اللي طيبوا صافي. سكيفي دراري ودريات، مرحبا بكم في القناه. ما تنساوش تابوناو الى عزيزكم المحتوى الخاص بالطبخ. غادي نقول لكم السلام عليكم وبزلينا مع هاد الصهد.